انا حييتك تاني. غشيم زيك تن روحك طلعت من ياما. اتكلم. لن يصدر أي رد فعل احتجاجي غاضب على أي قرار اقتصادي سيصدر في مصر مهما كان قسوة هذا القرار. جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 ساغ ده يزيد تمام. زيادة أسعار الوقود، مع الاعتبار إنه كل القرارات الصعبة صدرت بالفعل من قبل. مفيش كلام. إنما القرار القشة اللي أنا بتكلم عنه مهما صدر، لأن أنا لن أسمح، والله العظيم لن أسمح. عشان الأمور تبقى واضحة. بتكلمني ليه كده؟ القوى الكارهة متصورة إنه ممكن تحصل قرارات اقتصادية قاسية. هتحصل كتير، اوفر، كتير كتير، ويحصل إزائها ردود أفعال غاضبة محتجة بالطرق القديمة أو بالأساليب القديمة. فأنا بقول ده مستحيل. جرأة حلوة، جرأة حلوة، مفيش كلام. وبراهن عليها كمحلل سياسي باللي أنا بقوله ده. ياما راح زيك واصغر منك كمان كانوا عاملين 100 راجل في بعض. إن الإجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي اتعملت في مصر مفيش مصري ومصرية خرجوا رفضا للقرار رغم معاناتهم منه. لماذا؟ لأنك اليوم تقف أمام خدامك لا خدام. ما هو متشاف. إذا ميدان التحرير كله كاميرات، إذا وسط البلد كله كاميرات، إذا الأماكن نزلوا فيها، إذا كان في المحلة ولا في اسكندرية، ما كلها كاميرات. هل أنت من المؤيدين لي تأييدا مطلقا أم أنك لا قدر الله من المعارضين؟ أقول لك أنا أولا ليه، وبقول لك أنا براهن أهو على الترابيزة على بإيه؟ بمستقبلي كمحلل سياسي. الظروف الموضوعية والسياقات التاريخية بتقول للشعب المصري الآن على أكبر درجة ممكنة من الوعي والنضج. هتعبيهم لي؟ هتبلفني بالحبتين دول؟ المشهد المحيط بينا مشهد لا يمكن يخلي أي مواطن مصري متضايق أو محتج أو معترض ينزل حتى يقف على رصيف بيته. أنا حامل يا رضا، حامل المرض والقرف والزفت بسببك. لن يضحي المواطن المصري بالاستقرار. على الأقل جيلين جايين شافوا ما جرى في 2011. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. اللي عاش لا يمكن يكرر الكلام ده، اللي شاف ده لا يمكن يكرره ولا يسمح بتكراره. يا ابني انت رايك ما يهمنيش، انت رايك في الزباله يا ابني. نستخدم قبول الناس ونزيد الحمولة حملا ونضع فوق الضغوط ضغطا. والله ما كده طلعت روح وكده طلعت روح. ده نصيبي ده. الشعور نفسه قلق، انت كحكومة لازم تقلقي منه، انه يشعر المواطن انه مضغوط حتى مش كويس عشان يعقله الباطل. تعال ابراهيم، تعال ما تخافش، هديها لك بن مؤقتا. تعال قرب. دي مسألة مش سهلة. بعد كده فتيلة تعوزها سبيرتو بودرة سلفة وحبة شيلر من عند العطار، تلف عليها صوفة والمغربية تشيلها. ماشي؟ حاضر يا سيدي الناس. مع السلامة يا ابراهيم. هنحافظ عليها زي بنتنا، اصل عز اصيله وبنت ناس وحنينه، زي ما عز غاليه عندك غاليه عندنا. أعزائي المشاهدين، الساعة 8 بنلتقي مع فزورة جديدة من فوازير نيلي أم العريق. أما الآن فحان موعد لقائنا مع برنامج الناس والصيف. تأليف الشاعر عبد السلام أمين، لحن المقدمة والنهاية حلمي بكر، والإخراج لمحمد عبد النبي. البنت دي شكلها موهوبة، هتكسر الدنيا. أنا في تقديري إنه ال10 سنين دول أهم 10 سنين في حياتي المهنية وأنا في التلفزيون المصري. الولية دي عجوزة لكن صحتها كده. حضرتك من الناس الكبار والناس المميزين في الإعلام، وشهرتك عالمية ما شاء الله، لأنك لبقة وذكية وبتدير حوار بطريقة جيدة جدا. والله ده كلام كبير، كومبليمون يعني فظيعة. في سبب تاني حضرتك اللي مخليكي مشهورة قوي كده، عارفة إيه هو؟ وأرجو إن أنتوا تشوفوا، لأن الأستاذة أصلها يهودية، الأستاذة عزة أصلها يهودية. لازم أنت تعمل لي يعني أي مفاجأة على الهوا كده، إنما أشكرك. لا ما فيهاش حاجة. أنا قاعد مع مين؟ ده شرب سمحون؟ رئيس الجمهورية يطل على الناس كلها في كل مكان من خلال برنامج ومن خلال قناة صدى البلد. ألو سيادة الرئيس. السلام عليكم استاذ عزة. ازي حضرتك ازي سيادتك سيادة الرئيس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول لك إنه أسعد أيام حياتي. بقول لك عجبك السمك الشبار اللي بعته لك؟ سيادة الرئيس ما عندوش أجازة، لا جمعة ولا أجازات رسمية، و7 سنين من الإنجازات في كافة المجالات، ولسه اللي جاي إن شاء الله أكتر من اللي فات. جراية يا حبيبتي مالك؟ إيه ما تسمي الله في قلبك مال؟ ده كله بضع مين؟ في عز الأجازة، في عز البرد، في عز الشرد. أولا أشكرك على الكلام الرائع ده وعلى
يعني حجم من المعرفه وحجم من مصر بتتحرك بشكل كبير. ما تيجي نصبح على مصر، يلا نصبح على مصر. ايه يا جماعه، يلا يا جماعه، انا قاعده مستنياكم من هنا. فين شرم الشيخ؟ فين الغردقه؟ فين طنطا؟ فين المنصوره؟ فين الزقازيق؟ يلا يا جماعه بقى. انا كنت بسال حضرتك السؤال ده علشان بس انا خايفه لما حضرتك تيجي رئيس جمهوريه تقول لنا شدوا الحزام وانتوا عددكم كتير وبتخلفوا كتير والكلام اللي احنا اتعودنا ان احنا نسمعه. والله يا وكفايه خلفه وكفايه عدد، واجيب لكم منين؟ مليون كل سنه. منين؟ انا مستعد اسمع منكم واسمع نصايحكم، بس حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين. سبحان الله، صدفه عجيبه، صدفه غريبه بس مش مقصوده ولا مطلوبه. إيه عندك كم ولد وكم بنت؟ عندك ولاد قد ايه؟ فلقيت انه اقل عدد كان بيتقال لي انا من اهالينا من دول ان هم اقل عدد مخلفين 3 و4. صدقني اكتر من طفلين مشكله كبيره جدا. بمنتهى الوضوح واقول له على فكره انت عامل لي مشكله في حياتي، لازم كده، لازم ننطق. ليه؟ لانه انا شيلتي وشايل شيلتك يا ابو 6 7. خبر ايه يا مرة؟ خبر ايه يا مرة؟ ازمه تضخم كبيره وارتفاع الاسعار. كانت الدنيا هايصه وانه يا جماعه الحقوا ده كيلو الباميه ب 25 جنيه. المشكله لما تبقى ب 25 جنيه الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. مش عارفه، احنا يعني حاسه كده ان احنا محتاجين اعاده نظر في طريقه الصرف بتاعتنا. واحنا مش هيجرى لنا حاجه على فكره، زي ما كنا بنقول بلاها باميه لمده شهر، بلاها فاصوليا، بلاها سكر لمده اسبوع. الفتره دي محتاجه تدبير الست المصريه قوي. ايه الحاجات اللي تقدر تستغنى عنها وتاجلها لغايه ما تزول هذه الغمه؟ امشي انت يا عزه، امشي وابعتي لي عزه. اثيوبيا دشنت سدين على يومين متتاليين. دي طريقه مين؟ معروف. مين الجماعه اللي كانوا عايشين معانا؟ معروف ان بضاعه اتلفها الشعب المصري واتلفها الزمن على ايد المصريين في 30/6. معلش انا فاجئتك، انا عارفه، بس يعني تقدها وقدود. يعني دقت الساعه 30 يونيو، يعني خلاص ايه، احنا في 30 يونيو. شفت بتتكلم ازاي؟ ده اللي فارق معاك. والتصالح مع الاخوان راحه، مش عايزين نرتاح. الكذب والغدر في دمهم. الاشكال اللي زيك هي اللي ضيعت سوريا، هي اللي ضيعت العراق، وهي اللي ضيعت ليبيا. عن ان اي لبش في اي حته في اي منطقه من العالم احنا اللي عاملينه. خطتهم لازم البلد دي تقع ولازم تتدمر، لازم يدمروا مصر. اللي ما يشوفش بالغربال يبقى اعمى. مظبوط. في دوله ما فرطتش في حبه رمل قبل كده. ترسيم الحدود البحريه بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه. كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعهم. ان الدوله دي لو ده مش حقها مش هتاخده. لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا. تحيه تقدير واحترام لقائد معركه البقاء والبناء الرئيس السيسي. بص كده يا عزه، شوف كلهم شغالين وكل واحده ليها معزه. 5 بالحب.